با قرار شورای علمی و تعلیمی دانشگاه قاهره برای سهم ارزنده در تحکیم مناسبت‌های دوستی و همکاری تاجیکستان و مصر، رشد و گسترش رابطه‌های علمی، امنیتی، گومانیتری و فرهنگی و به خصوص تشبس‌های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم با پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عنوان دکتر فخری سپرده شد. السيدات والسادة الحضور الكرام، نبدأ الآن مراسم منح درجة الدكتوراه الفخرية. فليتفضل فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان. يسلم الآن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السيد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة القاهرة. ويتسلم الآن السيد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الدرع الذهبية لجامعة القاهرة. والآن نشهد توقيع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في السجل التذكاري للدكتوراه الفخرية بجامعة القاهرة. السيدات والسادة الحضور الكرام، الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان يعد من الشخصيات المتميزة التي جمعت بين العلم والسياسة والثقافة والفن والإصلاح الاجتماعي. الآن مع كلمة رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة الرئيس إمام علي رحمان، فليتفضل.